الحكاية فيها إن جملة بنرددها كتير لما بنشك في موقف أو قصة وبنحس إن فيها شيء من الغموض. طيب ليه بنقول إن مش أي حرف تاني؟ طب تعرف إن دي كان سبب في إنقاذ حياة بني آدم؟ تعال أقول لك أصل الحكاية. سالف العصر والزمان كان في أمير اسمه علي بن منقذ. حصل خلاف بينه وبين حاكم حلب في التوقيت ده، ولما خاف من بطش الحاكم قرر إن هو يهرب من حلب. وساعتها أمر الحاكم الكاتب بتاعه إن يكتب له رسالة يطمنه فيها ويستدرجه للرجوع. ولكن الكاتب حس إنه الحاكم ينوي الشر بابن منقذ، وبالفعل أرسل الكاتب الرسالة لابن منقذ وختمها بإن شاء الله تعالى بتجديد النون. وأدرك ابن منقذ إنه الكاتب حابب ينبهه لحاجة، وإنه بيشير للآية القرآنية إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فرد ابن منقذ على رسالة الحاكم وختمها بجملة إن الخادم المقر بالأنعام بتجديد النون. فأدرك الكاتب إن ابن منقذ بيشيل الآية القرآنية إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وفهم إن هو مش هيرجع تاني طول ما الحاكم موجود. لو وصلت للنقطة دي من الفيديو متنساش تعمل لنا لايك وتعمل اشتراك.